التقى رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى بلادنا ستيفن فاجن لبحث المستجدات المختلفة وجهود إحلال السلام في اليمن. وفي بداية اللقاء تمنى رئيس المجلس على الإدارة الأمريكية الجديدة أن تنظر إلى قضايا المنطقة نظرة موضوعية، وأن تجعل السلام الخيار الأوحد بدلا عن خيارات الحرب، وأن تعطي للقضية اليمنية حقها كقضية سياسية وتمرد من قبل الحوثيين أضر باليمنيين والعالم، وألا تتعامل معها كقضية إنسانية فقط. وتطرق اللقاء إلى جملة من التحديات التي تواجه أبناء الشعب اليمني وسبل تعزيز التعاون المشترك بين اليمن والولايات المتحدة في المجالات الاقتصادية والتنموية والإغاثة الإنسانية، وضرورة تعزيز ذلك لدعم الحكومة وإعادة بناء المؤسسات الوطنية وعودة جميع المؤسسات إلى العاصمة المؤقتة عدن. كما استعرض رئيس المجلس أبرز التحديات الراهنة التي تواجه عملية السلام في بلادنا في ظل استمرار تصعيد ميليشيات الحوثي الإرهابية، مشيدا بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية، ما سيساعد على تجفيف مصادر تمويلها ويقيد الكثير من أنشطتها الإرهابية داخليا وخارجيا، مؤكدا على أهمية القرار وعلى ضرورة التكاتف الدولي المشترك في هذا الأمر، معبرا في ذات السياق عن إدانته لإقدام الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على اختطاف عدد كبير من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية وغير الحكومية وعدد من العاملين والناشطين السياسيين اليمنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم. من جانبه أكد السفير الأمريكي أن قرار الإدارة الأمريكية يأتي في واقع إدراكها لما تمثله أعمال الميليشيات الحوثية من تهديد لأمن واستقرار المنطقة والعالم، مجددا التزام حكومة بلاده بدعم الشعب اليمني والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لمواجهة التحديات، مشيرا إلى أن أمن واستقرار اليمن يشكلان أولوية في سياسة الولايات المتحدة تجاه المنطقة.